بصوا ليا ومره بلون واحد. عندنا في الخامس ليه؟ لان لا مفيش، قررت اقعد ارسم العمل اللي عليا. حرفيا انا فعلا بستخدم كل ده، وبجد انا عاوزه حته بس اقعد ارسم فيها، يعني محتاجين مساحه زياده الاقي حته ارسم بقى. اعتقد كده ان الوضع الطف شويه، يعني احسن شويه اعتقد. ازيكم؟ الفلوج ده انا بحاول اصوره بقالي يومين بس مش قادره، واظن باين يعني ما ببقاش عاوزه اصور لكم فلوج وانا حاسه ان انا مش قادره، لاني بحس ان التصوير بياخد وقت طويل قوي مني وبياخد مجهود مني. بس انا قلت خلاص انا هبدا اصوره خلاص، عشان برضو بحس ان هو برضو بيحسن مني، وبحس ان انا متحمسه اكتر ان انا اشتغل. الفتره دي من اصعب فتراتي بجد في الحياه. واظن باين على بشرتي مجهدة جدا جدا، مش متظبطة في المشاريع وفي الجامعة خالص، فده طالع على وشي وعلى شعري يعني باين. وعاوزة افوق وعايزة اشتغل، لان الدنيا كده كده لازم في وقت ما تكونش متظبطة، انا عارفة ده الحمد لله. بس انا تعبانة، ركبي وجعاني، ظهري وجعاني، ايديا وجعاني، عينيا وجعاني، عاوزة انام، عاوزة اخد كفايتي في النوم، بس ده مش هينفع. فانا حرفيا مطبقة بقالي 3 ايام تقريبا لازم اقعد ارسم 4 مانيكانات هيتسلموا الساعة 8 الصبح، الساعة حاليا 10 بالليل او 10 ونص يعني. فاحنا اتمنى يعني يخلصوا على الساعه 5 الفجر عشان الحق انام ساعتين. عارفه اني فصلتكم من الفلوج، بس استنوا اوعوا تعملوا سكيب، انا شايفاكم ومراقباكم. بصوا بقى ومن الاخر انا جايه اوريكم الايربودز الجديده بتاعتي من QCY HT15، وبصوا بجد شكلها شيك وتحفه ازاي. بجد عاوزه اتكلم كتير، بس قوموا جيبوا الايربودز بتاعتكم ورموها في الزباله زي ما انا عملت في القديمه بتاعتي، لان دي بجد انقذتني. طيب خلينا نتكلم مع بعض ايه مشاكلنا اصلا في الايربودز. اول حاجه الكولز عندنا مش بنعرف نتكلم، ودي بجد مشكلتنا كلنا، ان احنا لما بنيجي نتكلم كولز لازم الاول نقفل الايربودز عشان نعرف نتكلم في الموبايل. وطبعا الفويس نوتس نفس الكلام، لازم نقفل عشان نعرف نسجل اي حاجه، يا اما الصوت اصلا بيكون بقى مشوش وعمال يقطع، فالحوار بيكون رخم جدا. ده غير طبعا ان الايربودز بتفصل بسرعه جدا. فانا بجد لقيت الحل لكل ده، هي الايربودز دي من QCY زي ما قلت لكم. بجد جبتها بالصدفه، وايه الجمال والحلاوه دي بجد. مبدئيا كده انا جايباها داخله في اسبوعين تقريبا، ومن ساعتها وانا بستخدمها استخدام يومي، وخصوصا في الجامعه 24 ساعه لابساها، سواء بسمع اي حاجه او بسمع بودكاست. بجد صوتها عالي جدا، نقي جدا، مش بتقطع، ولغايه دلوقتي والله ما شحنتهاش ولا مره. الشاحن لسه في البوكس بتاعها، ما اعرفش عنه اي حاجه. فبالنسبه للشحن بتاعها نقدر نديها 500 من 10. بقول لكم بستخدمها بقالي داخله في اسبوعين وما شحنتهاش ولا مره. بجد صوتها واضح ونقي جدا. عاوزه اقول لكم بقى في الكولز وفي فويس نوتس ايه الحلاوه دي، اكنكم مش لابسين حاجه، اللي بيكلمكم مش بيحس ان انتوا لابسين ايربودز، الصوت مش اكنه جاي من بعيد، مفيش اي شغوشه خالص. بجد اتكلمت بيها كل 2.5 ساعات، وبجد انا كنت مرتاحه، مش اللي هو بقى كل شويه انا مضطره اشيلها عشان اعرف اتكلم، او ان انا لازم اشيلها عشان اعرف اسجل فويس نوت. لا يا ماما خلاص انا قدامي نص ساعه وجايه خلاص. مش بتقطع، مفيش اي شغوشه خالص في الصوت، الصوت نقي جدا. انا عامه مش قادره اصدق. ده غير كمان ان بيجي معاها سايزز مختلفه عشان تكون مناسبه مع اي بني ادم، عشان ما تقعش من ودننا. بجد دي حاجه مهمه جدا عشان نقدر ان احنا نتحرك براحتنا، سواء بنستخدمها في التمرين او واحنا بنجري او في اي وقت عامه. ونيجي بقى لاهم نقطه، وهي سعرها بجد ولا حاجه. انا لما اشتريتها ما كنتش متوقعه منها الجمال ده كله، بس هي بجد ابهرتني، ومش عارفه ليه مفيش ناس كتيره بتتكلم عنها، بس بجد تستاهل كل جنيه مدفوع فيها. ولو عاوزين تشتروها سيب لكم لينك السايت اللي انا اشتريته منها تحت في الديسكربشن بوكس، فاشتروها وجربوها وارجعوا قولوا لي رايكم عنها، عشان انا واثقه ان هي هتعجبكم بجد. وعلشان انا مفتحه ومراقباكم زي ما قلت لكم، انزلوا اكتبوا لي في الكومنتس كلمه ايربودز عشان اتاكد ان انتوا شفتوا الجزء ده، وبس تقدروا بقى ترجعوا تكملوا الفلوج. وسوري لو عطلتكم شويه صغيرين، بس يعني اظن عادي. خلاص ارجعوا كملوا الفلوج، وبس كده بحبكم. المهم طبعت ورق عشان اخد افكار، وطبعت المفروض ال4 مكانات دولت هنرسم عليهم ديزاينز الاولد ماني، يعني اللي هو الديزاين الكلاسيك او كلاسيكي قديم يعني. فبناخد الافكار بتاعتنا من الاساس والجولري عامه والعربيات زي كده، يعني افكار مختلفه تماما، زي مثلا الساعات. فاحنا بنطبع حاجات مختلفه ببالت الالوان اللي احنا عايزين نشتغل بيها. انا عايزه اشتغل بكحلي ونبيتي وذهبي، حاسه ان انا البالت دي عجباني ومختلفه عن البوهو. هفهمكم البوهو عامه في ديزاينز انا رسمها ورايا،
هوريها لكم. طيب بصوا، هنتفق على حاجه مع بعض عشان ما فيش وقت. اوكي، انا هشرح لكم كده كده فكره المشاريع اهي. بصوا ده الاولد ماني. المفروض المهم ان احنا بناخد ايه، صور كده مختلفه، سواء من عربيات، فرش البيت، جولري زي ما وريتكم، لبس، ايا كان. المهم دلوقتي انا محتاجه ابدا ارسم الاربع مانيكانات، وانا رسمنا الستايل بوهو 4 مانيكانات. برضو هنرسم كمان الجاسك اللي هو بيكون عباره عن ان هم لابسين اسود في اسود وداخلين لون احمر، اللي هم بيلبسوا حاجات اسود في اسود كتير، جولري كلها سودا والحاجات دي. المهم هفهمكم فكره المشروع بكره، بس عشان اكون خلصت الاربع مانيكانات واكون ايه مطمنه. يعني عايزه احط سكين كير بسرعه، عشان انا بقالي فتره كبيره ما بعملش سكين كير من بعد العيد تقريبا. مش عارفه الفلوج ده هينزل امتى، بس اعتقد ان هو هينزل متاخر شويه قبل ما الحق اعمل له اديت، لان الفتره دي ما فيش وقت خالص، فاضل شهر على الفاينل. فبجد انا بنهار، سواء في مشاريع الخياطه، سواء في مشاريع الرسم، سواء في مشاريع مواد متطلبات الجامعه اللي هي المواد الزياده اللي انا باخدها. فاحنا محتاجين نهدى، وانا لسه مصليه العيشه، كنتش صليتها عشان كنت بره، فلسه مصلياها. وعايزه بقى احط سكين كير. بقالي فتره كبيره زي ما قلت لكم ما حطيت، فحاسه ان لما اصور ده هيشجعني اكتر ان انا اعمل حاجات اكتر. فيلا بينا. بس الاول طبعا لازم مسكن. انا كان معايا اللي هو كتافلام، بس انا مش لاقياه، اختفى. فلقيت دلوقتي اللي هو بنادول اكسترا، فهاخده. هاخد منه 2 عشان انا بجد مش حاسه بظهري، مش حاسه بكتفي اليمين، عشان ده اكتر حاجه انا بستخدمها الفتره الاخيره. فحاسه ان انا لازم اخد 2 يسكنوا لي اي حاجه، لان انا بجد مش قادره. فانا عامه ما بحبش اصور الفلوجز اللي انا بكون بديكم فيها طاقه مش ايجابيه، طاقه سلبيه. بس صدقوني بحس ان انا لازم برضو اظهر الجانب ده، عشان الدنيا مش دايما وردي، الدنيا ده مش دايما في افضل حال. الحمد لله طبعا، الحمد لله على كل حال. مش قصدي حاجه وحشه يعني، بس قصدي ان حياتنا كلنا مش مثاليه، فطبيعي يعدي علينا وقت نكون تعبانين، مكتئبين، مجهدين جدا فيه. فحابه برضو ان انا اظهر لكم الجزء ده مني، عشان الحياه مش دايما وردي يعني. اتمنى تكونوا فاهميني، ومش عاوزاكم تاخدوا اي طاقه سلبيه من الفيديو ده، بس انا بوريكم الحياه الواقعيه حاليا، وحياتي مع فنون جميله الفتره دي. فادعوا لي، وانا بدعي لكم كلكم. ما تنسوش كمان تدعوا لثانويه عامه، ربنا معاهم. المهم كفايه لك كتير عشان انا مش عايزه اتاخر. المهم كفايه لك كتير، وهناخد الدواء وبعد كده نبدا نرسم. طيب تعالوا اوريكم بسرعه كده الديزاينز بتاعت البو اللي انا رسمتها. احنا مرتبطين بديزاينز معينه، وكمان الوان معينه، باليت الوان معينه. انا مختاره 4 الوان: الاخضر الفاتح، الزيتي، البيج، البني. تمام، ده اول واحد اللي هو الفانتازيا، اللي هو بنعمل حاجات زي اللبس التنكري شويه كده. ده كده شكله. بصوا تاني واحد السواريه، ده كده شكله بالستايل البوهيمي او البوهو عامه. حاسه شكله كيوت فورمال. ده كده شكله. بصوا برضو زي ما قلت لكم، النقشه مطالبه ان احنا نعملها، اللي هي اللي على الكم دي. كل واحد واخد مننا نقشه مختلفه. انا واخده النقشه دي والالوان المعينه دي. بصوا بقى، انا جبت حاجه للحبوب اللي طالعه لي الفتره دي. ده روتين كامل من ستارفل للاكني عامه، فمتحمسه اجربه لاني بجد شفت عنه كلام كتير قوي حلو. ده الكريم وده الجل، فانا بجد متحمسه اجربهم جدا. بصوا ده الكريم اهو، ده كده شكله، وده شكل الجل اهو. اعتقد ان الجل هو اللي بيتحط الاول وبعد كده الكريم، صح؟ استنوا كده، الجل الاول بعد كده الكريم. فتعالوا نجربهم مع بعض. هنتظم عليهم 10 ايام كل يوم، وان شاء الله النتيجه تطلع حلوه، لان انا بجد متفائله بيهم جدا، لاني شفت كلام كتير قوي عنهم حلو. فمتحمسه اجرب الروتين ده. ماشي، وبس كده. يلا بينا نبدأ نرسم. بصوا دي الباليت بتاعت الاولد ماني. المفروض لسه هختار بكره مع الدكتور الالوان اللي احنا هنرسم عليها. ودي الالوان بتاع العصر اللي هو الجاسك، اللي هو بيكون زي الحاجات الصحراء واللبس الاسود في اسود دوت، اللي هو هبقى اوريه لكم بكره بالتفصيل يعني. برضو دي الباليت، بس لسه طلعت درجات منها، لسه هنشوف ايه اللي احنا هنثبت عليه. حلو، اوريكم الديزاينز بتاعت الاولد ماني بسرعه كده، وهوريها لكم بالصبح بالتفصيل. المهم طبعا لسه هتتنضف وتتلون، بس ده الاوتلاين يعني بتاع الديزاين دوت الفورمال. ده كده شكله. لسه
لسه الرجل حاسه انا محتاجه اظبطها اكتر، بس انا حرفيا مش قادره افتح عيني. ده الفانتازيا المفروض، بصوا عاجبني قوي، وعاجبني الرافلز الموجوده تحت كده، شكله بجد كيوت قوي. ده المفروض ريدي تو وير، اللي هو الكاجوال يعني، اللي ممكن يتعمل في المصانع منه قطع كتيره. ده كده شكله. وده اخر واحد السواريه، بجد شكله شيك قوي، عاجبني جدا. المهم هلم المنظر ده عشان ما اتكررش من البيت، وهظبط الحاجات اللي انا هاخدها معايا كمان ساعتين، ويا رب الحق انام ساعه ونص. يعني لازم الحق انام اي حاجه عشان بجد افوق، لان بكره اليوم في الجامعه بيبقى من اطول ايامي في الاسبوع، بيبقى 11 ساعه محاضرتين عملي ورا بعض، فمحتاجه انام ساعه على الاقل. جهزت ادواتي الحمد لله، فكمان ساعه ونص اقابلكم. صباح الخير، حاليا الساعه 8:15، المحاضره الساعه 8:30، بس احنا معانا نص ساعه كده تاخير. زي ما انتم شايفين مش شايله حاجات كتيره خالص النهارده، ولبست اوتفيت مريح عشان النهارده هنقعد نرسم طول اليوم، فاحنا محتاجين ننزل عشان نلحق نوصل ان شاء الله. يا رب السكه ما تكونش واقفه، وبجد مش هكون بكتب عليكم لما اقول لكم انا مش حاسه ولا بظهري ولا بكتفي، يعني انا مش قادره افتح عينيا، بس ان شاء الله خير. يلا بينا. طلعت الخامس، ويلا بينا على المحاضرة. يلا بينا. هناخد هنا المحاضرة النهاردة مش في مكتب الدكتور، فحطيت حاجاتي ولسه مفيش حد جه معايا، واصلة متأخرة نص ساعة، مش عارفة يعني، مش عاوزة اكل لوحدي. بصوا احنا دخلنا وطلعنا لقينا الدور بالمنظر ده، فاللي هو في ايه مع سما. يعني انا مش قادره افهم الجو بجد، هنا الجو حر نار، وقدام الجامعه الجو بجد كان بيطيرنا، فيعني شعري اتكهرب، شعري اتكهرب بمعنى الكلمه. سما انهار. طيب بصوا، في حاجات اخدت فيها اعاده، وفي حاجات هتتظبط، زي مثلا ده اول واحد، ده المفروض فانتازيا اولد ماني، الياقه عاوزينها تكبر، والحزام اللي على الوسط كمان محتاج يكبر. دوت اللي هو المفروض السواريه، الجزء اللي فوق هيتغير، اللي هو الجزء اللي فوق ده. ايه الفورمال في البوهيمي، محتاجين نزود النقوش اكتر، وريش على الحزام، نزود كمان ريش على الحزام. ده كده شكله. دوت هنقلبه فورمال اولد ماني، دوت المفروض اللي هو كان ريدي تو وير، اللي هو نزول كل يوم وكده، بس الدكتور قالت لي اقلبه فورمال، فهنقلبه فورمال. ده كده شكله. فاحنا كده ناقص لنا ريدي تو وير اولد ماني، تمام. دوت السواريه بوهيمي، هنزود بس النقوش اكتر اهو. ده كده شكله. الفانتازيا بوهيمي، ده كده شكله. ده هنعمله تاني، بس مش هعمله دلوقتي يعني، بس هبقى اعيده بعد كده. فهنقعد نظبط الحاجات اللي محتاجه تتظبط، وبعد كده نخش على اخر عصر، اللي هو الجاسك، اللي هم بيلبسوا بقى زي لبس الصحراء، الاسود في اسود، والاكسسوارز اللي سودا كتير وكده. يلا بينا. ورسيت على الباليت بتاعه الجاسك، وخلاص الاولد ماني رسيت عليها كمان، اتفقنا على الالوان وكل حاجه. فيلا بينا نبدا نظبط الحاجات اللي محتاجه تتظبط. انا هدور لك على رساله العادي الخشب. ناقص لي رسم. عملوا زي قاعة مؤتمر كده عندنا في الخامس. ليه؟ لان رئيس الجامعة جاي عشان في حاجة للخريجين يعني بتوع فاشن، بيتكلموا ومش عارفة بيتكلموا عن ايه، بس هم عاوزين ندخل القاعة دلوقتي ونحضر المؤتمر ده، بس احنا لو دخلنا مش هنطلع، فانا عايزة اكل. رحب بالباشمهندس محمد فتح الله، واي زميل بيتعاون معانا كده بيتعاون معانا
يعني بصفه دائمه يعني في التدريب ما تنساش دورهم طبعا. الكومود مثلا بتاع وقت الاطفال، سرير وقت الاطفال ممكن 20 ولا 40 ولا 10. دلوقتي ما عملت الشغل في كتاب عليه بقى ايه هتلاقي مختلفه ما كنتش ايه بحاول ان انا زي ما قلت لك ادور على الفلوس قبل ما اكون اعرف اشتغل مشروع ازاي. فكره ان انا بتكلم وانتوا بتسمعوني دي مساله مهمه جدا. كام واحد فيكم كديزاينر همه الاول والتارجت الاساسي بتاعه انه يفكر في القيم الجماليه للتصميم؟ ها لا قولوا يلا. طيب حاليا زي ما انتم شايفين احنا في بريك وانا مش عارفه اعمل ايه. قاعده برسم في اخر عصر اللي هو الجاسك في الماده الاولى، وفي الماده الثانيه اللي لسه فتحتهاش اصلا، بس يعني كلنا فتحناش فدي حاجه كويسه عشان ما احسش ان انا ايه متاخره. بس المشكله ان المشاريع القسم مع مشاريع المواد اللي هي الزياده، فالوضع يعني صعب شويه، بس يعني هتعدي. المهم رفعت شعري لان انا بجد مش قادره افهم الجو، شويه اتحر وشويه اسقع، مش عارفه اعمل ايه بجد مش عارفه اعمل ايه. فهنشوف هنعمل ايه. ويعني عاوزه انام بجد، عاوزه انام يعني. انا حاسه ان شكل شعري اهبل قوي، بس يعني انا حرانه بجد، وهو بدا يتكهرب جامد ف طيب يا جماعه دلوقتي هننزل نجيب ميه وسناكس عشان حاسين ان احنا خلاص زهقنا ومش قادرين نعمل اي حاجه، فقلنا ايه ننزل نتمشى، وانا اصلا مكسله بس يعني عطشانه بجد. انا مش شايفه اي حاجه. المهم ان احنا رايحين نجيب سناكس وميه عشان بصراحه عطشنا قوي، فقلنا ننزل نجيب ميه وسناكس. انتوا خلاصي اجزي الاثنين. واجز بقى عايزين بقى نروح نمشي نشوف حوار انا عايزه اروح المنشيه، نروح امتى؟ بس الساعه 3 في ايه؟ ميه، جيب ميه. هو اصلا عايزه كيكه حاجه. طيب جبت شيبسي وميه. حط الورق، يلا بينا على الجامعه. دلوقتي الشباب بيرنوا خامس يا عم. واخيرا خلصنا وبجد خلاص يعني اتفقنا على كل حاجه الحمد لله. بس هننزل تاني للدكتور بكره. ماشي ما علينا. هننزل تاني بكره للدكتور قبل المحاضره بتاعتنا عشان نكمل معاها الماده الاولى عشان نخلصها ونبدا في الماده الثانيه، عشان خلاص فاضل 4 اسابيع على الفاينل فربنا يستر. المهم هبدا الم الدنيا وامشي عشان انا بجد خلاص مش قادره افتح عيني وظهري وجعني، دي كلمه قليله بجد كده. ماما لما تقول لنا هنوفر ونعمل بيتزا في البيت، حرفيا عامله بيتزا اغلى من بره الضعف تقريبا. بس شكلها خطير بجد، شكلها تحفه. هلو حاليا انا بكلمكم الساعه 2:03 بالليل. بصوا انا جيت من بره الساعه 10 بالليل، اكلت بقى وقعدت شويه وصليت وكده. كانت الساعه دخلت في 11:30، بعد كده نمت لحد الساعه 1:15 تقريبا، وقمت يعني ظبطت شعري وحطيت ادواتي وهنبدا دلوقتي نشتغل على المشروع ده. بصوا الالوان، ماده الالوان احنا مطلوب مننا، شايفين المربع ده 13 في 12، المفروض نعمل تدريجات الالوان لافتح وتدريجات الالوان لاغمق. ده الالوان بتاعتنا هنفتحها بالتدريج ونغمقها بالتدريج. الحوار بياخد وقت طويل قوي لان احنا بنستنى الالوان تنشف قبل ما نعمل مربع. بصوا اصلا المربعات ايه متقسمه صغيره جدا واحد في واحد، فمحتاجين بقى نبدا نخلص عشان ايه مفيش وقت. زي ما انتم شايفين خلصت اول صفوف، دلوقتي هخش على اللي انا سايباهم جنبهم، بعد كده نعمل نفس الكلام على الغامق بقى. المهم فاصل صغير وهرجع اكمل. اكتر حاجه كنت خايفه منها بصوا اللون بينزل تحت التيب، شلت التيب كله، قلت كده عشان انجز اكتر في الوقت واخلي بالي وخلاص ان انا
هعمل بالفرشه كده على الخط، يعني اتمنى تظبط معايا. بصوا كده اكون خلصت الفاتح اخيرا. دلوقتي هبدا بقى للغامق، نفس اللي احنا عملناه هنا بس هيكون الغامق. كده اكون خلصت اول لون، ده اللون الاصلي، وبعد كده بنغمق لغايه الاسود، بعد كده بنفتح لغايه الابيض. يعني اظن انتوا فهمتوا الفكره. هنعمل كده بقى لغايه بقيه الالوان. انا خلصت اخيرا بعد شغل 14 ساعه في اللوحه دي، بجد انا حوليت. المهم ان انا ناقص بس ان انا اشيل التيب اللي على الاطراف، وخايفه يكون الالوان طلعت تحت وهنا في غلطه محتاجين نصلحها، فانا قلقانه بصراحه. يعني اتمنى ما يكونش في حاجات بايظه كتير. واخيرا بعد كل البهدله دي، يعني انا بجد مش قادره افتح عيني وظهري وكتافي وجعاني، واخيرا خلصت. وصلت الجامعة والمحاضرة بدأت بقالها نص ساعة، فيعني أتمنى الدكتور ما تتعصبش، يعني أتمنى. وباين قد إيه أنا تعبانة، أنا بجد بس أكتر حاجة مريحة عشان ألحق أنزل بسرعة. محاضرة النهاردة في 7، فيلا أتمنى الدكتور ما تتعصبش عليا. طيب يا جماعه، زي ما انتوا شايفين حاليا انا في المحاضره، مش عارفه اتكلم قوي لان الدكتور قاعده قدامي، فانا يعني ايه بتوشوش معاكم. المهم ان ايه لسه هقيم المشروع، وبعد كده نبدا بقى المشروع الثالث والاخير. بس اعتقد في كويز النهارده فلسه هنشوف. بس كده. المهم ايه بقى، عاوزه انزل اجيب كوفي عشان بصراحه حاسه انا مش مفوقه، مصدعه، عينيا وجعاني، وعايزه البس نضارتي عشان اصلا حاسه انا مش شايفاكوا يعني. فلو لقيتوني محوله ما عامله ايه دانا؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ انت عامله ايه؟ كله تمام. بقالي كتير ما شفتكيش. هو انا والله القسم خاطفني والله الاقسام كلها خاطفانا، بالذات، يعني بالذات بجد بقى فاشن. بس انا رحمهم شويه. عاوزه تقولي حاجه؟ حابه اقول ان كل الناس دي يعني للمتابعين كلهم ان انا بحبهم جدا، بحبهم. طيب يا جماعه، الحمد لله اتقيمت وجبت الدرجه اللي انا كنت عاوزاها الحمد لله. يعني حاسه ان في ماده جبرت بخاطري اخيرا، فالحمد لله. دلوقتي اخترت الرسمه بتاعه المشروع الثالث، هننزل نطبعها 3 مرات عشان مره هنلونها بالوان الرسمه العاديه، ومره بلون واحد، ومره بلاك اند وايت. فهنزل اطبع وبعد كده اجيب قهوه كمان عشان حاسه انا محتاجه افوق زي ما قلت لكم. وبس الحمد لله عدت على خير الحمد لله. عارفه اللي هو ايه، انت بتلمي اللي عندك حوتي بتساعد، فاهمه؟ هتجيبوا معايا قهوه؟ يلا جايين معاكي. تحفه بجد تحفه. وحاليا احنا في المكتبه بنطبع الورق، ومحتاجين نخلص بسرعه عشان الكويز الساعه 3:30، وحاليا الساعه داخله في 3 تقريبا، والمكتبه زحمه جدا. Kendime gideyim. Sen de abi. Erkan sen ananla babanla daha da düşün. اهلا اهلا. دلوقتي انا بكلمكم تاني يوم الساعه 10:30 بالليل. بصوا بقى وركزوا معايا، احنا المفروض بكره عندنا محاضره من 11 ل 7 بالليل، محاضره خياطه. طيب المطلوب نسلمه بكره هو ملف التقني. انا عملت واحد ناقص التاني. الواحد عباره عن 11 صفحه بنفس الشكل ده كده، هنعملهم هم هنا بس باختلاف القطع. احنا الترم دوت عندنا قطعتين خياطه، اول قطعه فستان ساده، والتاني قطعه هنسميها عبايه. بس هي مش عبايه، هي شبه الكارديجان شويه، بس هي مش عبايه يعني ولا كارديجان، هي عباره عن مفتوحه من قدام فيها كم
بس بنعمل فيه سمات العصر اللي احنا واخدينه. في ناس بقى واخده الفرعوني وناس واخده الروماني والقبطي، انا واخده اليوناني. فبندخل السمات في الفستان وفي العبايه. انا عملت الملف التقني للفستان، ناقص نعمل الملف التقني للعبايه. بصوا الملف التقني بيبقى عباره عن يعني رسم الباترون، شرح كل حاجه في القطع احنا بنعملها زي كده، المقاسات كل حاجه. بصوا بنرسم القطعه بشكل مصغر بالشكل ده كده اهو. هو عباره عن 10 صفحات. احنا طبعا ده مش كله، ده بيكون اكبر من كده بكتير، بس احنا واخدين جزء منه يعني. هيكون تقريبا في التوتال كله 15 صفحه، بس احنا اخدنا لغايه دلوقتي 10 اهو. المفروض بقى هنا هيكون التصميمات المقترحه هجيبها بالاي اي لسه، وهحطها كده. ده شكل الفستان اللي احنا هنعمله يعني. تحت العبايه هنعمل بقى نفس الكلام للعبايه. طب صباح الفل. اخر حاجه كلمتكم لما قلت لكم بالليل ان انا بعمل الملف التقني. المهم ان انا خلصته الحمد لله وجهزت زي ما انتم شايفين. حاليا فاضل نص ساعه على المحاضره، فمحتاجين ان احنا ننزل، ولبست حاجه مريحه عشان اليوم النهارده طويل وبس كده. وحاسه ان زوري وجعني ومحتقنه النهارده، فتمام. وصلت الجامعه والحمد لله وصلت في ميعاد المحاضره. حاليا الساعه 11:30 والمحاضره 11:30. المهم سبت الحاجه ودلوقتي هننزل نجيب كوفي، وبعد كده نطلع نبدا نشتغل. اخر مره كلمتكم امبارح بالليل وانا بعمل الملف التقني. المهم ان انا خلصته الحمد لله، بس في كام حاجه محتاجه اسال عنها الدكتور. المهم حاليا زي ما شفتوا انا في الجامعه ورايحه اجيب قهوه عشان لازم اشرب حاجه لان بجد مش فايقه. وبعد كده هنطلع بقى نبدا نشتغل. الحمد لله ما اتاخرتش، كنت قلقانه اتاخر بس وصلت يعني في الوقت مظبوط الحمد لله. المهم يلا بينا نجيب قهوه. عايزه ايس سبانيش لاتيه. انا مش بحب الحاجه مسكره. سبانيش لارج يا كده يعني يا مر يا مسكر. لو طويل تعمل لو قصير زي كده. بصوا المنظر اللي انا بكوي قدامه، بصوا تحفه
شكل السما سبحان الله بجد حلو قوي. حاليا احنا في السابع، هنكمل هنا عشان الورشه خلاص اتقفلت، فهنكمل هنا النظري لان المفروض المواد اللي هي الخياطه نظري وعملي، فهنكمل بقى اللي هو الملف التقني اللي انا المفروض كنت سهرانه بعمله امبارح. هسال الدكتور على الحاجات اللي انا ما كنتش فاهماها، وفي كمان شرح نظري. وبجد انا خلاص وصلت حاليا الساعه 3:05، فيعني اتمنى نخلص بسرعه. طلعت الخامس، يلا بينا على المحاضرة. زي ما انتوا شايفين انا في الجامعة، جيت الجامعة على الساعة 10، كان عندي محاضرة 10:30 المفروض، محاضرة نظري، وبعد كده عندي محاضرة 1:30 عملي تكملة المحاضرة بتاعت امبارح يعني، لغاية بقى 6:30 بالليل. وانا بجد ما كنتش قادرة انزل، بس على اساس ان في كويز النهارده في المحاضرة النظري فكان لازم انزل بدري. جينا فضلنا قاعدين لحد الساعة 11، كله جه الا الدكتور. نفتح على البلاك بورد نلاقي ان المحاضرة اتلغت، فبجد انا مش طايقة نفسي، وغير كده هنضطر بقى نعوض المحاضرة دي، فهننزل يوم زيادة، فانا بجد عندي انهيار عصبي. المهم لبست حاجه مريحه النهارده عشان اليوم المفروض النهارده طويل، فهطلع بقى افطر، وبعد كده لو كده هبدا مع دكتور نعمه بدري عشان نمشي بدري، يعني اتمنى ده ينفع عشان انا بجد مش قادره. نقعد مع دكتور نعمه لغايه لما نشوف هنبدا بدري ولا لا. دلوقتي بعمل انفورم لفتحه الكتف اللي انا عملتها في الكتف. حابه افهمكم كل حاجه بعد ما المشروع ما يخلص يعني، بس عشان ايه ننجز. قصيت القماش، الايه؟ انا في التكوني ماشينز تقريبا واخيرا بجد انا مش قادره افتح عيني خلاص. تحفه تحفه بجد.